بدات الفيلم ديالنا في بلغاريا وسط الصحراء في واحد البير ديال البترول. تما كيلي المسؤول على الموقع كيوصلها خبر بلي البلاصه غادي تسد. مشات كتجري عند المدير ديالها كتسولو شنو واقع، هو يقول ليها بلي هي مهندسه فاشله حيت ما قادراش تخرج ولو برميل واحد ديال البترول. قال ليها بلي غادي يسد الشركه حيت خسر كاع فلوسو ووقتو. كيلي بقى فيها الحال حيت كان عندها امل تلقى البترول. في هذه اللحظه وصلت الطياره اللي غادي تديهم لبلادهم. كيلي بدات كدابز مع الطيار طونز وكتحاول توقفو باش ما يسدش الموقع، ولكن هو تعامل معها بقله ادب. قال لها بلي هي غير كتعطلو على خدمتو. الفريق وجد راسو طونز سد الموقع وركبوا كاملين في الطياره. واحد من العمال بغى يركب حدا المدير، ولكن هذا الاخير بان ليه بلي عنصري. قال ليه رجع جلس مع صحابك في اللور. تحركت الطياره وطونز وإيجي كيبانو صحاب بزاف. فجأة طونز شاف قدامو هاد العاصفه مجهده بزاف وكتخلع. إيجي طلب من الركاب يزيروا السمطه حيت داخلين في واحد العاصفه بدات كتزاد وكتكبر في الصحراء. فجأة سمعوا شي حاجه طارت من فوق الطياره وطونز عارف بلي هو الرادار ديالهم. طلب من إيجي يتصل باللاسلكي ولكن حتى واحد ما جاوبهم. طونز قرر ينزل الرواد ديال الطياره باش يعاونوا في التوازن. واحد منهم مشى عند الطيار وقال ليه بلي الطياره ثقيله بزاف وما غاديش تخرج من العاصفه وخاصنا نلوحوا الحموله كلها. طونز تعصب عليه وقال ليه رجع لبلاصتك. يجي مشى يطمئن الناس ولكن العاصفه تتهرس الجناح ديال الطياره. طلعت الطياره وبقات غاده فوق الرمله بواحد السرعه خياليه وبدات كتشتت طرف طرف. اخر واحد من الركاب طار ومات، وفي الاخير وقفت الطائره. العاصفه بقات مجهده وطونز منع اي واحد باش يخرج حيت الا خرج غادي يطير ليه اللحم ديالو من العظم. بقاو ساعتين على هذا الحال حتى هدأت العاصفه وخرجوا دفنوا جوج الناس اللي ماتوا. جلسوا كيفكروا شنو غادي يديروا. طونز وإيجي حسبوا الماء والماكله اللي بقات وقسموها على كاع الركاب واستعملوا الشراع باش يتخطاو من الشمس الحارقه. شافوا في الخريطه ولقاو راسهم قراب من حدود ديال الصين واقرب مدينه بعيده عليهم 300 ميل. طونز قال لهم بلي مستحيل شي واحد يتمشى هاد المسافه كامله وسط الصحراء. واحد فيهم تطوع وقال لهم بلي غادي يتمشى حيت مولف سباقات الماراثون، ولكن واحد اخر قال ليه بلي الصحراء ماشي هي المدينه وزيد عليها الخريطه قديمه والشمس حارقه بزاف. وهو جاوب صاحبه قال لهم غيتمشى الليل وغادي يستعمل البوصله، ولكن ستان جاوبوا بلي المنطقه فيها جبال مغناطيسيه غتخلي البوصله تخربق. في الاخر قرروا يتسناو شي حد يجي ينقذهم. بالليل واحد الدري سميتو جون ناض يمشي للحمام وتاكل وطاح من فوق التل وبقى تما طول الليل وسط العاصفه. في الصباح لقاو بلي الرمله قشرت ليه جلدو ومات. بدات عاصفه اخرى وما قدروش يقلبوا عليه. طونز قال لهم بلي اي حركه غتضيع عليهم الماء والماكله. تما تدخل واحد فيهم وقال لهم بلي عندي فكره غيعاودوا يبنيو الطائره من الاجزاء اللي بقات صحيحه. طونز بدا كيضحك عليه وقال لي شنو كتفهم انت في الطيارات؟ جاوبوا بلي هو مهندس ديال بناء الطيارات الا سمعوا ليه غينجحوا. طونز رفض في الاول حيت خاف يضيعوا طاقتهم. طونز وافق وقرروا يخدموا بالليل باستعمال الموالد ديال الضوء، ولكن واحد النهار طارت شراره وتفرقع بالميل ديال البنزين والكل فقد الامل حيت دابا لازم يخدموا بالنهار حيت الشمس وهذا الشيء غيخليهم يشربوا ما اكثر. بقاو خدامين بالنهار وجا الوقت فاش يركبوا الجناح. الحبال تقطعوا وكان غيموت واحد منهم، ولكن ربي حفظو وخرج اخر لحظه. يجي لاحظ باللي الماء كينقص، جبد المسدس وهدد الجميع باش يعرف شكون كيشفر الماء. واحد فيهم اعترف وقال لهم بلي هو كيخدم بزاف وخاصو يشرب. وطونز دابز معاه وهاد خونا تقلق وحلف ما يبقى يكمل الطياره. وهاد خونا اللي قال لهم راه مهندس الطياره تصدق ما كيعرف والو، واعترف بلي هو خدام في شركه ديال الالعاب ما كيعرف والو على الطائرات الحقيقيه. المدير بغى يقتلو بالمسدس وفجاه الرياح هزت الطياره شويه وعاد تاقوا بلي كاين امل، ولكن جات عاصفه رمليه ودفنت الطياره كامله تحت الرمله. تما نهارو كامل وحسوا بلي كاع داك التعب مشى فوالو. طونز شجعهم وقال لهم بلي ما لازم نستسلموا. بداو كيجريو كامل حتى خرجوها من تحت الرمله. طونز ركب وبدا كيحاول يديماري المحرك. المره الاولى والثانيه مشاو فاشلين، ولكن في المره الثالثه شعلت العافيه وخدم المحرك. الفرحه كانت كبيره، ركبوا كاملين فوق السطح ديال الطياره حيت ما كاينش البلايص لداخل. في اللحظه اللي هجموا عليهم المهربين طونز ضرب الطياره وهرب من الموت. وهنا تسالى الفيلم ديالنا. نتمنى يعجبكم ونتمنى طريقه السرد ديالي تعجبكم.